السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. أعاد الله علينا وعليكم هذا العيد المبارك، عيد الفطر المبارك، بالخير واليمن والبركات. كم ملحوظة سريعة كده في العيد. أولا، العيد هو فرحة بأن ربنا أتم علينا الصيام، وإن شاء الله ربنا يتقبله، وأتم علينا شهر رمضان بالخير، تقبل الله منا صيامنا وصلاتنا. تاني حاجة، معلومة جدا للإخوة المكتئبين الحزينين اللي بيقول لك فين طعم العيد، هو فين العيد؟ يعني سبحان الله، انتوا طوال السنة بتحتفلوا بأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، وتلاقي الواحد كده الابتسامة مالية وشه، ويجي في العيد بتاعنا اللي ربنا شرحه لنا وأمرنا بالاحتفال بيه تلاقيه مكتئب وحزين، يقول لك هو فين العيد، والعيد عدى، والعيد مش عارف ايه. ده غير الناس اساسا اللي هي بتسيب صلاة العيد متعمدة. مبدئيا كده دار الافتاء قررت اولا ان من ترك صلاة الجمعة وصلاة العيد بدون عذر فهو آثم. طيب، تاني حاجة، لازم تفرح بالعيد. ايوه لازم تفرح، ده مش كلام من عندي، ده كلام من ربنا سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. إذا كان قلبك تقي ومليان بالإيمان هتفرح بالعيد وتعرف قيمة هذا العيد وتفرح بكل لحظة فيه. افرحوا بالعيد ومفيش مشكلة، نزلوا صوركم وانتوا فرحانين وانتوا مبتهجين، مفيش أي مشكلة. لذلك الوصية الأولى والأخيرة، افرحوا بشعائر الله وعظموها وأكبروا منها وكبروا وهللوا، ذلك فرحة وتعظيما بشعائر الله. وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية.